السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ مرة تانية معاكم اسلامية من قناة لمياء شلتوت. الفيديو ده خاص بتانية ابتدائي، من كتاب زي ما انتم حافظين الناس اللي متابعاني. بشتغل من كتاب المعاصر منهج جديد 2023 كونكت. خدنا قبل كده الفيديو اللي فات اخدنا الوحدة الثامنة lesson 1 الدرس الاول، والنهاردة هناخد lesson 2 الدرس الثاني واللي عنوانه speaking. هنتكلم وهنقرأ كتير. النهارده انا هديكوا درسين، الدرس التاني والدرس التالت، لان هم الموضوع هيبقى سهل وجميل ان شاء الله. اول حاجه في الكلمات اللي هنبدا بيها هناخد الفروتس، الفواكه. الليمون اسمه ليمون، ليمونه واحده ليمون. طب جمعها ليمونز، يبقى انا هنطقها الاس هنطقها ز. اخدنا قبل كده ان انا بجمع بنحط اخر الكلمه اس، يبقى ليمونز. التينة الواحدة اسمها فيج. ايوه هنا الاي هنطقها ايه، يبقى فيج وجمعها فيجز برضو هنحط لها ز، يبقى فيجز. السوداني او المكسرات اسمها نتس ودينا على طول بتيجي جمع نتس. اوكي علشان سوداني نتس. موزة اسمها بينانا وجمعها بينانز برضو الز ساوند. التفاح اسمه ابل، التفاحة ابل جمعها apples احط الزه ساوند. برتقانة يعني اورنج. طبعا اورنج يعني سواء برتقانة او اللون البرتقالي اسمه اورنج وجمعها اورنجز. يبقى اي كلمة احب اجمعها احط اخرها اس. lemons figs nuts bananas apples oranges. ودخلنا بعد كده دي سونج، بس انا دي اغنيه، بس انا هعمل ايه، انا هقراها عشان خاطر فيها قاعده ايه، قاعده are there any. قلنا are there any هل يوجد اي. فالبنت قالت are there any apples، في عندكم اي برتقان اي تفاح. are there any oranges عندكم اي برتقان. are there any nuts عندكم اي سوداني. الاجابه بيس بتبقى yes there are، لو الحاجه موجوده بقول yes there are، لو الحاجة مش موجودة بقول no there aren't. يبقى are there any هل يوجد أي. دي القاعدة بتاعتنا بتاعت الايه، بتاعت الوحدة الثامنة. هنا هعمل ايه، هنلون والدنيا جميلة مفيش أي حاجة. الموضوع كله عبارة عن حفظ الكلمات اللي لها علاقة بالفواكه. وبكده نكون خلصنا الدرس التاني، فهندخل في الدرس التالت. الموضوع جميل واللي بيتكلم عن numbers. number رقم واحد، numbers أرقام. برضو هنا بحط الاس في الآخر عشان أخليهم كتير، جمع أكتر من واحد، يبقى الأرقام اسمها numbers. رقم 10 اسمه 10، رقم 20 اسمه 20. وركز قوي في مقطع تي عشان هحتاجه، تي 20، وفي ناس بتنطقها 20، الاتنين صح. لو 21 فانا هحط الاول 20 فهقول 21. 22 22. 23 23. التي اتش هنا بنطقها ث، يبقى التي اتش هنا هنطقها ث. خلي بالك اهو 20 3. ال 24 اسمها 24. ال 25 25، والاي طبعا في كلمة 5 هنا سايلنت. ال 26 اسمها 26. يبقى انا كل الموضوع ان انا لو حافظ الارقام من 1 لحد 9 الموضوع هيبقى حلو بالنسبه لي. 1 O N E 2 T W O واحفظهم. 27 27 احطه 7. 28 28. خلي بالك ان جي اتش في نص الكلمه او في اخرها لا تنطق ما عدا شويه كلمات صغيرين هبقول لك عليهم بعدين. 29 29. 30 ننطقها ايه بقى، يلا معايا. التي اتش هنا برضو قلنا 30 تي. بصي على هنا 40 تي 50 تي. ايه موضوع تي ده؟ في 20 و30 و40 لحد 90 انا بحط في الاخر مقطع تي 50. هنا اكتب 6 واحط لها تي تبقى 60. احط السبعة 7 واحط لها تي تبقى 70. فهمنا كده بقى، انا مش محتاجه ان انا احفظ ابني الارقام دي، لان هو لو حافظ من 1 لحد 9 الموضوع هيبقى سهل. هيكتب 8 ويحط لها اللي هي تي، هيكتب 9 رقم 9 ويحط له تي يبقى 9 تي. طب بص كده على 100 برضو مش هحفظها لك، خلي بالك انا ما بحبش الحفظ. 100 اللي هي 100
اكتب واحد رقم واحد لان هو واحد 100 واحد بس 1. وبعد كده اكتب 100. ايه ريد دي؟ ريد ده اللي احمر، لون الاحمر. طب بص على هاند، انت لو حافظ كلمة هاند اهي هاند الموضوع هيبقى سهل. هتشيل الاي وتحط مكانها يو يبقى هاند، يبقى 100 100 اللي هي 100. بدأنا هنا يعلمك ازاي تكتب جمل وفيها ارقام. يعني الولد ده بيقول I am number انا رقم 20 او 20 رقم 20 in my team في فريقي. هنا في حد عايش، فالولد ده بيقول I live انا اعيش in number في رقم البيت رقم 67. بنقرا من الشمال لليمين 67. الحاجة ده بيقول my grandpa جدي is 75 عنده 75 سنة. 75 يا حرف بنطقه years old. التيشيرت ده بكام؟ بتوين 52. هنقولها ازاي؟ لان ده حاجة غير عاقل، فهقول it's 52. الاو واليو هنا بننطقها او يبقى pounds يعني جنيه. الاتوبيس ده ماله؟ هقول it's bus. الاتوبيس نمبر رقمه 43 يعني 43. العربية دي هقول the car. وعلى الاساس ده كمان هعطيك هنا اكسرسايز هتعمله بنفس الطريقة. هتبص على كل رقم وتكتب الرقم اللي موجود في الصورة اللي قدامك. وبعد كده عندي هنا خلاص يكون خلصت الدرس التاني. ده الرايتنج كورنر، الجزء اللي بنكتب فيه الكلمات. هعطيك الارقام كلها عشان تكتبها. كمان هنا عندي الاكتيفيتي الانشطه. ده ماتشنج توصيل. هتقرا الجمله وتشوف الرقم اللي عندك اهو. ده 60 هندور على 60 اهو. صوره الجرامبا فيها 60 فاكتب عندها نمبر 1 عادي خالص وجمل جميله. والارقام الرقم ده 40 فاعمل سيركل على رقم 40. بعد كده اقلب الصفحه. هنا برضو هقرأ الرقم 67 ادور على 60 الاول اهي 67 واعمل عليه سيركل. التمرين اللي بعد كده الارقام اللي دي كده ديجيت يعني رقم اكتبه انا بقى بالليترز بالحروف اللي بالانجليزي. هنا عندي هكمل الكلمة. دي كلمة نتس يبقى ادور على اهو نتس واعمل عليها دايرة واروح اكتبها على النقط. وبكده نكون دخلنا على الدرس الرابع واللي كمان احنا هنشرح فيها تاني وهنراجع على القاعدة القديمة واللي هي كانت قاعدة are there. وهننسى برضو قاعدة is there والاتنين اللي كانوا بيجوا بمعنى هل وبنجاوب عليهم باسمه no. وهتنسى كمان هناخد قاعدة جديدة مهمة جدا جدا وهي قاعدة how many واللي معناها كم عدد. هنشرحها بالتفصيل ان شاء الله في الفيديو الجاي. استناه اوعى حد ما يتفرجش عليه. فيديو مهم جدا في اكتر من قاعدة في اللغة الانجليزية هنشرحهم بالتفصيل. وهناخد كمان درس الخامس معاه مهم جدا انك تحضر ان شاء الله الفيديو الجاي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب وشير الفيديو لكل اصحابك اللي ممكن يستفادوا من الفيديو زيك. اشوفكم بقى على خير. باي.